السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى عملت صينية عشاء تحفة. ما شاء الله جميلة يا جماعة. صينية حكاية، ولا ريحتها ولا طعمها كمان جميل. لو انت مش عايزة تقفي في المطبخ كتير، الصينية دي ليكي والطريقة دي ليكي. طعمها خطير وجميلة وسهلة وبسيطة خالص. ما خدتش مني دقايق. تنفع بقى عشاء، تنفع غدا، زي ما تحبي. تحفة يا جماعة والله، شوفوا شكلها جميل ازاي، ولا طعمها كمان أجمل. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة بقى، أنا معايا طاسة على النار، نزلت بحوالي عن 3 معالق من الزيت. بعد كده بكون مجهزة معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. اديتها صدمة كده وقلبتها على نار عالية لحد ما اللون بتاعها بدأ يتغير خالص تماما بالشكل ده. كده خلاص اتغير لونها خالص. هنزل بقى ببصلاية متوسطة ومتقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبت البصل حلو كده في اللحمة واديته تشويحة حلوة كده معايا. بعد كده بكون مجهزة معايا قرن فلفل اخضر او حامي المتاح عندك. بتنزلي بيه وبتقلبي بقى كل ده مع اللحمة. بعد كده بكون مجهزة معايا معلقة من الصلصة كبيرة وبقلب كل ده مع بعضه. بكون مجهزة معايا برضو حوالي عن حبايتين من الطماطم. قطعتهم برضو قطع صغيرة ونزلت بيها كده بالشكل ده. قلبتها بقى في كل الجمال ده مع بعضه كده تتشوح. هنزل بالبهارات بتاعتي بقى، فلفل اسود معلقة صغيرة، بهارات لحمة معلقة صغيرة، كمون معلقة صغيرة، وملح معلقة صغيرة. قلبت كل ده مع بعضه بقى كده وسبتها كده بقى حوالي عن 10 دقايق لحد ما كل حاجة تستوي تماما. الحشوة بقت جاهزة معايا كده وخلاص خلصت معايا. هنيجي بقى على البطاطس الكمية اللي انت عايزاها وعلى قد الصينية اللي انت هتعمليها. جبت بقى البطاطس غسلتها حلو الاول وبعد كده قشرتها وعملتها بقى قطعتها بقى بالشكل اللي انت شايفينه ده حلقات، بس تكون سمكها يا جماعة رفيع، ما تكونش تخينة قوي عشان خاطر تستوي معانا. قطعت كل الكمية كده بنفس الطريقة، حلقات كلها كده، تكون رفيعة ما تكونش تخينة. بجيب بقى صينية، اي نوع صينية عندك، برصص البطاطس بقى في القاع الصينية كده بالشكل ده. هنعملها طبقتين 2 فوق بعض. رصصتها كلها كده بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب الحشوة بتاعتي، هبدأ بقى احط الحشوة بتاعتي في النص. بسويها حلو كده وبضغط عليها حلو بالشكل ده. ريحتها جميلة قوي يا جماعة من قبل لسه ما تخش الفرن. ضغطت عليها حلو وبعد كده بقى اللي احنا عملناه تحت هنعمله فوق، نفس الطريقة اللي احنا عملناها تحت. احط البطاطس برضو ارصصها كده بالشكل ده، احط برضو دورين فوق بعض. بكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 200، بدخلها بقى الفرن تستوي معايا تماما. طلعت كده معايا ما شاء الله مستوية كده، خلاص استوت معايا. هعمل ايه بقى؟ هزين الوش بتاعها بشوية جبن بقى، اي نوع جبن انت بتحبيها. حطيت شوية جبن بقى موزاريلا كده على الوش. بعد كده بكون مجهزة بقى الفرن، بدخلها على الفرن تاخد اللون، بتطلع معايا بقى تحفة بالشكل الجميل اللي انت شايفينه ده. جميلة يا جماعة، طعمها وريحتها قلب البيت كله، ما شاء الله تحفة. قطعتها بقى بالشكل ده وقدمتها بقى بالجمال والحلاوة دي
بألف هنا وشفا ليا وليكم. جميلة وطعمها رائع، هتعجبكم الطريقة، هتعتمدوها على طول من جمالها ومن حلاوتها. يلا قومي كده وتشجعي وقومي اعمليها وفرحي اولادك كده بيها، وعشاء جميل او غدا جميل ما شاء الله تحفة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.